السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة هقدم لكم حاجة يعني ازاي نستفيد من الأكل البايت من غير ما نرميه ومن غير ونحافظ على نعمة ربنا ونستخدمه استخدام هيخلي ولادك تحبه جدا جدا. هنا زي ما انتوا شايفين عندي سبانخ كنت طبخاها. السبانخ باتت لتاني يوم، ولادي خلاص مش هياكلوا منها، وكل ما اقدمها لهم مش هيرضوا ياكلوا منها خلاص، وانا عارفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن صحه وباحسن حال. النهارده هقدم لكم حاجه يعني ازاي نستفيد من الاكل البايت من غير ما نرميه ومن غير ونحافظ على نعمه ربنا ونستخدمه استخدام هيخلي ولادك تحبه جدا جدا. هنا زي ما انتوا شايفين عندي سبانخ كنت طبخاها. السبانخ باتت لتاني يوم، ولادي خلاص مش هياكلوا منها، وكل ما اقدمها لهم مش هيرضوا ياكلوا منها خلاص، وانا عارفه. والسبانخ من الحاجات اللي بتقعد يوم والتاني خلاص الولد بترضاش تاكل منه، حتى الكبار مش بيرضوا ياكلوا منه. فانا هعيد تدويرها وهعملها بشكل تاني خالص، هيبقى مغذي. طبعا السبانخ كله حديد وكله غذاء، المكونات اللي فيه دي هتدخل هكونها، هحط عليها حاجات بحيث هستخدمها في دايرة المكونات برضو المطبوخة بيها. يعني انا عندي سبانخ، هتقولي طب هتعملي بيها ايه السبانخ اللي بايته اللي زي كده؟ طعمها حلو ومعمولة على لحمة، فطعمها جميل، بس الولاد مش هيرضوا ياكلوها. احنا هنعمل ايه؟ السبانخ فيها خضرة وفيها دمعة وفيها رز وفيها السبانخ. طبعا هجيب رز عليها اغسله واحطه عليها وازودها حبة خضرة واستخدمها كخلطة محشي. دلوقتي انا هغسل الرز وهضيفه عليها وعلى النار كده اشمعه كده يتشرب منها، واضيف لها حبة خضرة واستخدمها كاستخدام خلطة المحشي. طعمها بيبقى تحفة. ولادك جوزك اي حد هيدوقها مش هيعرف ان دي كانت اصلا طبيخ سبانخ وبايت، هيفتكروا ان هي عادي محشي عادي جدا وطعمه جميل جدا، احلى من المحشي العادي. انا دلوقتي مطلعه السبانخ، حله السبانخ زي ما انتم شايفين بالحله اللي كنت طبخاها فيها، وهسخنها على النار. واول ما تاخد اول غلوه هكون غاسله الرز ونازله عليه بيه على طول. وبعد ما تاخد كده تشمعتين كده على النار بالرز هروح حاطه الخضره وابدا بقى احشي المحشي بتاعي بشكل عادي جدا جدا. هيبقى طعمه خرافه خرافه وعن تجربه، خاصه ان السبانخ مليان حديد فحرام نرميه، ولازم ندخل الفايده بتاعه السبانخ للولاد. فشكلي ونوعي بحيث تحط السبانخ في اي اكله يعني تقبل السبانخ عشان ولادك يستفادوا. حتى ممكن تقطعي السبانخ وتحطيها في السلطه، بتبقى مفيده جدا برضو للولاد ومش هيعرفوها اذا كانت جرجير ولا ايه. فالمهم ان احنا مش هنرمي حاجه وهنوفر في اكلنا، وهنعيد تدويره بشكل تاني وهيبقى شكله اطعم واحلى من الشكل اللي كان عليه الاول. فدلوقتي هسيبكم اغسل الرز، واول ما انزل بيه كده هوريه لكم. وهو كده يا حبايبي ضفت الرز، هقلبه في السبانخ. والله ما حد هيعرفه ان ده كان سبانخ اصلا او كان طبيخ اصلا، هيبقى شكله شكل الخلطه بتاعت المحشي بالظبط. واظن اني كده بنيت لكم الصوره. حطيت الرز وعلى النار كده اديه تشمعتين بحيث يتشرب من الصلصه. طبعا طعمه حلو جدا لان من ورا لحمه، يعني مطبوخه السبانخ من على لحمه اهو كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنزودها حبه خضره ونبدا نحشي عادي. وهو يا حبايبي شكل الخلطه اللي عملتها من طبيخ السبانخ البايت. حطيت توابل مشكله وحطيت خضره متقطعه اللي هو شبت والبقدونس، عشان محدش يسالني ايه الخضره دي. شبت وبقدونس. هقلبه كويس في الرز، وهو الرز بقى متماسك وجميل جدا. هقلبه كويس وهبدا بقى احشي بيه المحشي بتاعي. وادي خلطه المحشي كده جاهزه وشكلها وطعمها تحفه. شكلها ايه؟ شكلها خلطه محشي وطعمها تحفه تحفه تحفه، غير ان هي مليانه عناصر غذائيه. وطبعا هنزقيها بالاخر بشوربه لحمه، شوربه فراخ الموجوده عندك، او ممكن عادي بميه ومكعب مرق
وهتمشي معاكي وهيبقى طعمها جميل جدا ولا اي مخلوق هيعرفها. وكده وفرتي واستغليتي اكلتك في حاجه حلوه تاني، ولادك وكل الموجودين هيحبوها، وهتقدميها كده وانتي كده مبسوطه اني بتقدمي حاجه حلوه من غير ما يعرفوا ايه اللي جواها. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. وطبعا هوريكم في الاخر شكل المحشي من جوه عامل ازاي، وهو نفس الحله اللي وريتها لكم في الاول، هي نفس الحله، عشان ما اقولش لا ده هي جايبه حاجه غيرها. بعد ما الف المحشي واسويه هوريكم شكله من جوه عامل ازاي. وادي يا حبايبي شكل المحشي بعد ما لفيته بالخلطه. وادي يا حبايبي المحشي اللي حشيناه بالخلطه اللي عملناها من طبيخ السبانخ بالدمعه اللي كان بايت. ودي حله، دي الحله اللي كانت مكان الطبيخ نفسه والخلطه. انا رصيت المحشي كده فيها، وعملت اهو المحشي الكرنب والفلفل والطماطم. ادي الحله التانية اللي استوت، هطلع لكم منها دلوقتي في الطبق. عايزه اقول لكم طعمها خيال خيال، طعمها روعه، وفيها طماطم وفلفل، وفيها محشي كرنب. هطلع في الطبق واوريكم شكلها في الطبق عامله ازاي، وافتح لكم صباع منها عشان تتعرفوا من جوه عامله ازاي وشكلها حلو ازاي وطعمها روعه روعه. شكل المحشي بتاعنا بعد ما طلعته في الطبق. بصوا صباع المحشي، بصوا من جوه عامل ازاي، جميل جدا ومستوي، واللي هياكله مش هيقول ده ان مكان سبانخ ولا اي حاجه خالص، كأن خلطه عاديه بتاعت محشي. طعمه في منتهى الروعه. لو عندك دمعه متسبكه من على سبانخ زي كده من مكان لحمه ومفيش فيها اي خضار، ممكن تستخدميها كده في المحشي، بتبقى جميله جدا وطعمها بيبقى في منتهى الروعه. اهو شكلها النهائي، طعمها بجد تحفه. بصوا صباع الكرنب يعني ما شاء الله طالع تحفه بجد، في منتهى الطعمه. جربوها، انا دقت واحد طعمه تحفه جدا، جربوها باذن الله هتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك وفي الشير وكومنت حلو ودعوه حلوه من قلبكم، وما تنسوناش طبعا في الاشتراك في القناه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.